السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة جديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بعلاج تساقط الرموش، وخاصة أيضا بتكتيف أو إنبات الرموش من جديد. هذا التساقط ديال الرموش اللي كيعانيو منه العديد من النساء اللي كيعملوا عدة مستحضرات متكررة بالنسبة للرموش ديالهم. هذا سبب كبير اللي كيؤدي لتساقط ديال الرموش، وايضا حتى التغذية الغير متوازنة كتؤدي لتساقط الشعر بصفة عامة. هذه الوصفة هذه عندنا فيها 3 ديال الزيوت، هي كلها متوفرة في جميع الصيدليات ديال الأعشاب بأثمنة بسيطة جدا. هذه الزيوت هذه اللي غادي نحتاجو فيها زيت لافوكا، وغادي نحتاجو زيت المشمش، وغادي نحتاجو زيت بذور الكتان. زيت بذور الكتان فهي متوفره في جميع الصيدليات، يعني بذور الكتان هي هذا هو الشكل ديال بذور الكتان. حنا غادي نحتاجو الزيت ديالها. طريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه احبائي الاعزاء طريقه سهله. يا ريت الا عندكم يعني قنينه ديال الزجاج تكون صغيره في هذا اللون، يعني اللون ديالها يكون بني او اسود، باش تحتفظوا على الجوده ديال هاد الزيوت هذه. من بعد ما تخلطوهم بالطريقه اللي غنذكر لكم دابا، وديروهم في قرعه يعني قنينه صغيره ديال الزجاج بلون بني او لون اسود. هاد الوصفه هذه الطريقه ديال التحضير ديالها غادي ناخذوا ملعقتان كبار من زيت لافوكا، نضيفوا عليهم ملعقه كبيره من زيت المشمش، ونضيفوا عليهم ملعقه كبيره من زيت بذور الكتان، ونخلطهم كاملين. هاد الزيوت هادي نخلطهم في شي قنينه صغيره باش يسهل علينا الاستعمال ديالهم يوميا. هاد الطريقه هذه هي طريقه كنحضروا الكميه في اولا، ونخلطوها كيف ما ذكرت لكم، نخلطوها في قنينه ديال الزجاج ونبداو نستعملوها قبل النوم يوميا لمده شهر. غادي تلاحظوا احبائي الاعزاء بان هاد الزيوت هذه كتعطي الفعاليه ديالها في تكتيف الرموش وعلاج التساقط ديال الرموش. هاد الوصفه هذه جربوها العديد من النساء وعطاتهم نتائج مبهره. داكشي علاش حبيت اليوم انني نشاركها معكم بالنسبه للنساء اللي كيعانيو من التساقط ديال الرموش وبغاو الرموش ديالهم تكون كثيفه. كيف ما ذكرت لكم هاد الوصفه هذه كنعملوها يوميا قبل النوم، وفي الصباح باذن الله كنغسلوا الوجه ديالنا بشكل عادي، وكنكرروها بالليل ثانيه قبل النوم لمده ديال شهر. هاد الزيوت هذه متواجده في جميع الصيدليات ديال الاعشاب باثمنه بسيطه. الا خديتوا قنينات صغار فهم كافيين باش يعطوكم نتائج جميله بزاف. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هاد الوصفه هذه، وكنتمنى ايضا اللي ما فهمش شي حاجه يمكن له يطرح السؤال ديالو. وكنتمنى منكم ايضا انكم تنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.